الخارجية تعلن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول الاقتراع بالخارج. اتصالت بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية وآخرها انتخابات مجلس النواب الحالي، وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في الأول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى. تجري الجولة إعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري للمصريين في الخارج، وذلك على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة، والتي هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. وفي هذا الصدد تدعو وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر الجاري لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة حتى تستمر بعنايتها في الخارج في تلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري الساعة 9 مساء. وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة. يسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد العامة.